السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبيباتي الغاليات أو متتبعاتي الغاليات، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في فيديو اليوم كما تشوفوا راني درت درس في التكوين المهني، درس خاص بالصابلي الليمون، وحبيت نشارككم بالمقادير، كذلك جا مذاقه روعة وشكله أروع. تابعوني حتى نهاية الفيديو لتعرفوا على المقادير. وكذلك بالنسبة اليوم في المعهد زرتنا لجنة متكونة من مدير التشغيل، مدير الولائي للتشغيل، نقول لهم مرحبا بهم، جاو استمعوا لانشغالات البنات. راح نشوفوا مقطع في الفيديو من زيارة اللجنة. هنا بالنسبة للمقادير عندي 250 جرام مارغرين، علبة فلان، كذلك نصف كأس سكر، صفار بيضة كاملة واثنين صفار بيض، عطر الليمون، نصف كأس نشا، وملعقة صغيرة خميرة الحلويات، ولمها بلافاني عفوا بالفرينة. بالنسبة الفلان هنا نوارة خاص بالليمون، وكذلك نصف كأس سكر ومارغرين. راح نطلعهم مليح بالباتور ونخلطوهم مليح حتى بالنسبة للمارغرين هنا لازم تكون غامولي أو بدرجة حرارة المطبخ. راح نضيف العطر الليمون كما قلت لكم، درنا سكر غلاسي، الفلان والمارغرين وعطر الليمون، وراح نطلعوهم مليح بالباتور. هنا إذا عاد ما عندكش عطر ليمون بإنك أنك تضيفي قشور الليمون، وهنا من المستحسن حبيباتي ننصحكم تديروا عطر الليمون. بالنسبة للصابلي الليمون هذا بنات صدقوني جا ما شاء الله مذاقه روعة. بعد ما امتزجت المكونات مع بعض راح نضيف صفار البيض وبيضة كاملة، خلطوهم كذلك جيدا بالباتور، نطلعوهم بالباتور. ودائما نقول لكم قبل ما نبداو نخلطوا الحلوى نشعلوا الفرن على درجة 180. هنا ضفت عفوا النشا، وراح نضيف الخميرة ونمزج المكونات مع بعض، ونضيف الفرينة حتى نتحصل على عجينة متماسكة، ما تكون طرية عفوا، ما تكون لينة. وكذلك ديما نقول لكم بالنسبة للصابلي ما نخلطوهش مليح او ما نعجنوهش مليح، نلمو فقط بالاصابع كما تشاهدوا. حنضيف الفرينة بالتدريج، هنا نضيف الخميرة كما قلت لكم، هنايا ضعفت لهم الكميه، حنضيف ملعقتين. انا ما شاء الله طالباتي تقريبا 40 طالبه، تخليطه واحده ما تكفيناش، درت لهم زوج تخليطات. هنا من بعد ما تلمت العجينه راح نفتحها دائما بالاستعانه بكيس بلاستيكي او الفرينه. هنا نفتحوها تكون السمك تاعها رقيق، ما يكونش خشين، باش راح نديرو حبه في حبه. وكذلك الكريمه. هنا بعد ما فتحنا العجينه بسمك نصف سنتيم راح نقطع الحلوى قاطعه على شكل حبه الليمون. هنا بالنسبه للشكل اختياري، كل واحده وش تحب تدير الشكل. من بعد ما فتحت العجينه راح نقطعها بهذه القطعه على شكل حبه ليمون كما تشاهدوا، السمك تكون نصف سنتيم. راح نقطعهم كامل، نحطها في البلاطو ونضعها تنضج في الفرن. نشعلوا عليها من اسفل، وإلا شفناها مازالت مخصوصه نشعلوا عليها من الفوق. هنا نحاولوا انه ما نحمروهاش بزاف. نمروا بالنسبه للكريمه. هنا عندي الكريمه 125 غرام مارغرين، ملعقتين سكر جلاسي، ملعقه او 2 ملاعق كريم شانتيي، و2 ملاعق سوبر كريم. هذه بالنسبه للكريمه. هنا انا ضعفت الكميه بنات، درت 250 غرام مارغرين، 4 ملاعق سكر جلاسي، و4 ملاعق كريم شانتيي. وبالنسبه للسوبر كريم هنا درت 4 ملاعق. وكذلك عطر الليمون، من المستحسن انه ديما عطر الليمون يكون متواجد هنا لإضافة النكهة، ويجي صدقوني يجو مذاقه روعة. بالنسبة لعشاق الليمون راح يعشقوه. هنا راح نضيف ملعقتين سكر، كما قلت لكم انا ضعفت الكمية.
من بعد ما نخلطوا المارغرين مليح، وكما قلت لكم المارغرين لازم تكون درجه حراره المطبخ لازم تكون غامولي. هنا راح نضيف الكريم شانتيي 4 ملاعق. دائما بالنسبه لنوعيه الكريم شانتيي انا نستعمل بلانش ناج، دائما ننصحكم بها. نطلعوا المارغرين او الكريمه جيدا، نضيفها عطر الليمون ونواصلوا المزج. صدقوني بنات الفوج نتاعي الحلويات التقليديه رقم 1 ما شاء الله ما شاء الله عليه، كامل البنات شاطرات وكامل حابين يتعلموا، ونقول لهم ما شاء الله عليكم ما شاء الله. هنا راح نضيف السوبر كريم، هنا هاني كتبت لكم المقادير. سوبر كريم 3 ملاعق، كما قلت لكم سوبر كريم الليمون 4 ملاعق عفوا، نخلطوهم مليح. هنا راح نوريكم سوبر كريم الليمون اللي كنت استعملته، هذا هو. المهم نخلطوا الكريمه مليح حتى ولا نخلطوا نواصلوا الخلط حتى تصبح كريمه او نتحصل على كريمه. هنا من بعد ما طابت الحلوى كما تشاهدوا الشكل نتاعها، ندير الكريمه في بوش عفوا، ونضع الكريمه كما تشوفوا على الحواف، وفي الوسط راح نضع سوبر كريم. راح نعاود لكم حبه باش تشوفوها مليح كما تشاهدوا. نضيفوا تحبي ما ديريش سوبر كريم، ديري الكريمه فقط، كريمه الزبده وحدها فقط. نفينوا الحواف هكذا مليح، خلوها تبرد. هنا بنات لازم تبرد بالنسبه للحلوى وبالنسبه للكريمه. هنا بالنسبه للطليه كيله حليب، نصف كيله زيت، نصف كيله ماء الزهر، وكيله عصير ليمون، وكذلك عطر الليمون. هنا لازم تكون عفوا الطليه تكون خفيفه ما تكونش ثقيله. بالنسبه للشراك والعرايش نثقلوها، بالنسبه للصابلي نخفوها شويه. هنا راح نبدا نطلي حبات الصابلي. بالنسبه للوقت هنا عندنا 4 ساعات ما تكفيناش، هنا نحاولوا نسرعوا ذاك اللي كان باش نكملوا الحبات. كما تشوفوا من كثره السرعه طاحت الحبه. وفي نفس الوقت قالوا لنا جايه لجنه، احنا قعدنا نستناو فيه في اللجنه وقلنا نكملوا قبل ما تجي لجنه. وفي الاداره قالت لنا لازم تجي لجنه تلقاكم في التطبيق في البراتيك احسن. وليت ثقلت ايدي وبدينا نخدمو بشويه. في نفس الوقت في الحصه اللي فاتت خدمنا بقلاوه رويال. هنا بالنسبه للبقلاوه رويال ما حبيتش ندير لكم المقادير تاعها وطريقه صنعها لاني كنت دايرتها في الفيديو سابق. بالنسبه للبقلاوه كنت دايره البقلاوه اللي نحلوها بالايد، كنت درت لهم الخطه اللي فاتت نحلوها بالماشينه، هذه الخطه درتها لهم نحلوها بالايد وقطعناها مربعات ودرنا لها ديكور رويال. كنا قطعناها وخليناها بجنب وبدينا بالصابلي الليمون. هنا حنواصلوا البنات كامل يطلوا، وفي نفس الوقت راح نخدم حبات الليمون هذا الشكل. البطاسيق بعد ما زدت لها كميه من التيلوز ولونتها باللون الاخضر والاصفر، خدمنا كما تشاهدوا الديكور على شكل حبات ليمون. جا شكل ما شاء الله. هنا البنات هم يخدموا ما شاء الله عليهم شاطرات، ربي يحفظهم، فوج كامل رائع ما شاء الله. هنا كنا درنا كذلك شكل الورود، وهنا البنات راهم يطلوا في نفس الوقت وحنا نخدموا. دخلت علينا اللجنه يومين ما تصقوا عليها لا يديروها 20 يوم قبل يديروها للرئيس ولا جدي راهي ضغط ومثاني بلان ان شاء الله.
بنات قلتوا لي وراكم نسقسوهم. مهتمين بالتكوين. انا ساعه عاد نزيد نتكون معكم راكم مع المدير تاع لانيام تاع هذا المسؤول على التشريع. مدير العام كالتشريع. نعم. زعما نخدموا معاك ولا كيفاش؟ شوفي الاخت، حنا انت راح يربطوكم بالمنصه تاع الوسيط، خاطر راه كي تكملوا التكوين تاعكم تعودوا تسجلين في المنصه تاع الوسيط باللي راه عندكم مؤهل علمي، يعني عندكم ديبلوم، والديبلوم معترف به. في حال ما يكونوا عروض عمل يوجهكم ولا اللي تحب. باسكو شوفوا الهدف تاع منحه البطاله ماشي باش تبقاو بطالين، باش تتكونوا وتخدموا خطر. باسكو جميع حنايا شوف انا نقول لك حاجه، انا عندنا قائمه تاع الناس اللي راهي متخلفه على التكوين راح نحبسوهم. الهدف تاع منحه البطاله ماشي هو البطاله، هو التكوين اللي انتم والشغل. من بعد ما جات اللجنة واستمعوا لإشغالات الطالبات واستحسنوا المبادرة اللي نعملوا فيها، وشكروا الإدارة التكوين وكذلك الطالبات والمجهودات اللي نبذلوا فيها، واستمعوا لانشغالات الطالبات، كملنا أو وصلنا التزيين صابلي الليمون، وهذا هو الشكل النهائي تاع كما تشاهدوا. ليمون ديكور، درت الديكور بحبات الليمون والديكور بالورود، وجا مذاقه رائع رائع. صدقوني بنات جربوه وما تندموش عليه، شكله رائع رائع. هنا بالنسبة للبقلاوة رويال، هذه بالنسبة للشكل البقلاوة رويال كما تشوف. وهنا حبيباتي نقولكم إلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.